منى، ايه ده منى؟ وانت عشان طماعه وعايزه الارض تخلعيني؟ انا قلتها كلمه خلاص، مش هتاخد عقد. هو في ايه يا ابني؟ لا اله الا الله، ما تبصليش كده. انا قلتها كلمه خلاص، كلام كتير مش عايزه. قعدك عندي هنا بس. انا كبرتك يا ابني. الله، ما تقعدش تفتح كل شويه الموضوع العادي. ما بحبش الكلام والنبر كتير، انا بتضايق. انا مش عايز ازعلك يا امي، انا مش عارف. خلاص ما تجيبليش سيره العقد تاني يا نور. مش عايز تزعلني وعايز نرضى عنك، ما تجيبليش سيره العقد. ربنا يرضى عننا جميعا. وايه ده؟ هي كل ما اكلمك كلمتين في ودنك تيجي عليا انا بهم طافح؟ ده انت فظيع. ايه يا اختي الهم ده؟ عبد الله ما جاش هو كمان. ايه يا عبد الله؟ ايه يا ابني ما جيتش ليه؟ وانا انت بتجيب لي الحاجه ببلاش؟ ما كانش ربع جبنه وطمن جبنه تركي وكيلو لبن. في ايه يا ابني وانت مش بتجيب لي الحاجه ببلاش؟ انا بديك ب5 جنيه. يا عبد الله ادريس، انت حابس ابليس في الكيس. خلص. ايوه لسه سامعاه المهرجان ده. افتكرتك على طول، بس ما الحمد لله ما افتكرتش ابليس. يلا مع السلامه يا عبدو. ايه ده يا اختي المرار ده؟ حاجه تقرف. تعالوا. خليك، مش عارفه انت في ايه. عقودتك في الحياه العقودات. هو انت يا ابني ما كنتش بتذاكر وانت صغير؟ كنت بتمسك اوراق. ده انت حتى كان عندك الكشاكيل كده، كنت بجيبهولك بال50 ورقه. في ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ايه؟ طمني. ايه انا مش شايفه عقود معاك. هو انت هتفضل كل شويه طالع نازل وتكلمها كم مره؟ دي المره الثالثه دي ولا الرابعه ومفيش عقد معاك؟ ايه؟ العقد خلص وكل حاجه، بس هي مش عايزه تدوني. معرفش نايمه عليه ليه، مش عايزه تطلعه. تقول لي انا الكبيره، انا اللي اشيل حاجتك، انا اللي مش فاهم. هي مستصغراني ولا ايه؟ يعني انا الكبيره وانا اللي اشيل حاجتك؟ معرفش يا منى، معرفش. طب اوعى تكون قلت لها ان احنا مقدمين في شقه الاسكان الاجتماعي؟ لا والنبي اوعى تكون قلت لها. ما قلتلهاش حاجه. طب وبعدين هنعمل ايه؟ الارض دي لو ما اتسجلتش باسمي احنا مش هنطول الشقه. انت عارف الاسكان الاجتماعي ممنوع ان انت موظف يبقى انت متملك اي حاجه. لو متملك ارض او متملك شقه مش هيدوك الشقه. احنا نحمد ربنا ان الشقه بتاعت البيت العيله دي ايجار. ماشي ايجار وكل حاجه من والدك، تمام. دلوقتي احنا بقى نعمل ايه؟ الحل. انا قلت لك من الاول يا نور بلاش يا بابا. 750,000 كنا جبنا بيهم اي حاجه، كنا جبنا شقه او طن وصاله حتى. الارض ومستقبل للعيال ونبني عليها. واحنا هنروح الصعيد نبني يا نور؟ منا يعني ايه الارض اولى طبعا يا منا. انت عارفه اسعار الشقق ايه دلوقتي؟ دي الشقق في النار في العالي. عجبك الوضع اللي انت فيه دلوقتي؟ وبعدين لما نقدم في الاسكان الاجتماعي شقه بالتقسيط المريح والدنيا حلوه فيها، انما لما نجيب شقه وندفع مقدم هنجيب من وراها قسط منين؟ عايزه اقساط عاليه. انما كده انا ضمنت معايا ارض ما شاء الله، والشقه تبقى بالبطيء، مش هتاخد المقدم ده كله. طب خلاص يا نور، في حل بقى. الحقيني بحل. جوز صاحبتي شغال في المحكمه. تمام. انا سالته، اتصلت بيه وعملت تليفون وكلمته، قلت له الوضع 1 2 3 وحماتي رافضه تدينا الورق، فاحنا مش عارفين نعمل ايه. قال لي هو هيخشوا على السيستم بالرقم القومي بتاع جوزك وهيعرفوا هو عنده ايه وملكه ايه. الحل انت لو الارض دي فضلت باسمك مش هتشوف الشقه. حول لي بقى الارض تبقى باسمي عشان تقدم في الشقه ويرضوا. من بكره اروح المحكمه. خلاص يعني انت موافق تحول لي الارض؟ موافق. خلاص تمام، والموضوع اتحل. هي بقى تخلي الورق ده عندها زي ما هو، تفرح بيه. احنا كده كده هنطلع بداله وتسجلها لي تبقى خالصه متخلصه، عشان لو في حاجه باسمك مش هتشوف الشقه. ماشي خلاص اتحلت اهي. روق بقى. الحمد لله. السلام عليكم. منى، ايه ده منى؟
انا عملت معاكي ايه يا منى؟ هي وصلتك؟ تغدري بيا ليه؟ انت اللي بدات. انا بدات؟ ده انا كل الخير بقدمهولك. انت اللي بدات مصمم عايز الارض، ليه ما تسيبليش الارض؟ هي ارضك ولا ارضي؟ وانت عشان طماعه وعايزه الارض تخلعيني؟ الاقي المحضر في الداخله يسلم لي الاعلام؟ طب خلي بالك بقى، عشان انت كده وطي صوتك كده وبالراحه، وانا ايه جالي بقى التمكين. انا هنا قاعده جالي التمكين. يعني أنا رفع قاعدة خلع كنت- ورفع تمكين؟ انا قاعده جوه، انت اللي مش متقله فيا. انت بتعاملني معامله يعلم بيها ربنا بقالك قد ايه. خلاص عيشتنا وقفت لغايه كده. هدومك جوه انا بلمها لك في كيسه، خدها بقى وشوف. كيسه؟ انزل بقى اقعد تحت مع مامتك، شوف انت هتعمل ايه. انا جالي التمكين وانت جالك الخلع، وكل واحد بقى في سكته وفي حياته. قولي لي انا عملت معاكي ايه وحش؟ قاعده معايا في بيتي وبتضربيني في ظهري. خلاص بقى، ما خلاص بقى، ما انت عرفت بقى. خلاص بقى تغدري بيا. قولي لي فهميني، انا عملت معاكي ايه؟ ماشي وبعدين كمل. انا سامعه. لما سامعه؟ تخلص انزل. المفروض ان انت كده الباب يتفتح اصلا، ما ينفعش الباب يتقفل عليه. ها خلصت ولا لسه؟ خلاص، هو المفروض انا امشي من قدامك دلوقتي، لان انا لو فضلت واقف هعمل فيكي حاجه. انا هنزل دلوقتي لحد ما ربنا يلهمني بالحل. هبقى اطلع لك هدومك بره. خليك بقى. ايه يعني حاجه تامن لي مستقبلي؟ يعني هو انا مش فاهمه في ايه. ولما كانت مامته معاها العقد كان سايبه لها وعادي، وانا مخوني. لا معلش، انا حاجه تامن لي مستقبلي، حاجه كده تسند عليها. نفس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ايه؟ مش عارف يا امي. في ايه؟ في يا ايه ريتني يا كنت ابني؟ سمعت كلامك من الاول يا امي. على إيه؟ ما دورتش على العقد ولا دورت على البتاع. ليه في ايه؟ امي قاعده معايا في البيت يا امي ومحسساني بالامان، الاقيها اتفاجئ بمعلنين جايين، واحد يقول لي خلع والتاني يقول لي تمكين من خلع؟ الشقه. خلع رقبتها؟ خلع ازاي؟ معرفش خلع يا يعني خلعتك؟ امي. انا ما عملتلهاش طب حاجه يا ليه؟ امي، انا ما عملتلهاش حاجه. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. ليه قله الادب دي؟ ليه؟ ما اعرفش قله الاصل ليه دي يا جت ابني؟ ليه. ليه؟ ايه اللي حصل ده كله؟ انت عملت لها ايه؟ ما عملتش حاجه، يا ريتني عملت حاجه. امال ازاي خلعتك وانت قاعد معاه مش عارف هي بتعمل ايه يا نور؟ انا هتجن يا امي، مش عارف يا امي عملت لها ايه بس. انا امي انا أمال إيه قولي اللي قولي ما عملتلهاش ايه حلو. انا كل الحلو عملته لها. عملت لها ايه؟ عملت لها ايه يا نور؟ امي ده انا الارض كتبتها لها باسمها يا امي. كتبت لها الارض باسمها. كتبت لها الارض باسمها؟ ازاي يا ابني والعقد معايا؟ يعني ايه كتبتها لها؟ ما انا لفيت من وراك يا امي يعني ورحت إيه؟ المحكمه. رحت المحكمه يا امي وطلعت عليها بيانات جديده ونقلت لها الملكيه. كل ده عشان يا حزني. بدور على نعم. شقه في الاسكان الاجتماعي، ولازم ما يكونش عندي املاك ولا عندي الحاجات دي. وكتبت لها الارض باسمها؟ كنت مخوني انا؟ قلت لك ما حدش هيخاف عليك قدي، ما سمعتش كلامي. يا ريتني كنت سمعت كلامك يا امي، يا ريتني كنت سمعت كلامك من الاول. كلام ايه؟ كلمة يا ريت ما بتعمرش بيت. منا فضلت تدحلب لغايه ما خليتك تكتب لها الارض باسمها. يبقى هي اللي كانت بتسلطك وتقول لك روح هات العقد من امك، صح؟ دخلت في حوار الاسكان الاجتماعي يا امي، ويا ريتني خدت الشقه دي، راحت عليا كمان. كمان قرعه وما ما دخلتش فيها، ما استنفعتش بحاجه. كل حاجه راحت، حتى الشقه اللي معمول بيها عقد ايجار دي راحت مني. قعدت فيها تمكين. حتى الشقه اللي ابوك عاملها لك ايجار خدت فيها تمكين طبعا، ما هي حضنه مسكتك من ايدك اللي بتوجعك. عملت تمكين وخدت الارض باسمها. طمعت الطماعه امي انا قليله الاصل. انا خنجر اترشق في ظهري، خنجر اترشق في ظهري. انت اللي جبته لنفسك، انت اللي جبته لنفسك. انا جبته لنفسي. ده انت يا ابني ما تامنش من الايد دي للايد دي. حد ليه امان دلوقتي؟ ليه كده يا نور؟ مفيش امان، مفيش امان. اديك خسرت الجلد والسقط، هتعمل ايه بقى حضرتك؟ امشي يا نور من قدامي، مش طايقه اشوف وشك اصلا قدامي. يلا. طب والحل يا امي؟ الحل ما اعرفش حل ايه. حلها انت يا اخويا، مش انت اللي سمعت كلامها وكتبت لها الارض باسمها؟ وكمان خلعتك وانت قاعد كده ما تعرفش حاجه في اي حاجه. جاي تشيلني انا همك ليه؟ كل واحد يا حبيبي متعلق من عرقوبه. انت اللي عملت في نفسك كده، استحمل.
اه حاولي تساعديني. اساعدك ازاي؟ انا ما أعرفش بايدي أقول. ايه؟ امشي من وشي يا نور، امشي ما تعليليش ضغطي. اتفضل يا نور. انا داخل جوه. خربتها وقعدت على تلها. ماشي منه، بس انا هعرف ازاي ارجعها. ماشي. السلام عليكم. استغفر الله العظيم يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا ابني؟ حل ايه يا ام؟ بص بقالي اسابيع ما بنامش. ولا انا بنام يا شملول. بص انا لقيت حل قولي وهنعملها. قولي. بص يا ابني، منى طماعه وعايزه تكوش على كل حاجه، وكده هي بنت لنا على حقيقتها. فانا بص بقى هقول لك على خطه هنعملوها، تمام؟ يا صابت يا خابت، بس ان شاء الله هتصيب.